أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يلفظ من قول، كل كلمة كل لفظة مسجلة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أعوذ بالله. الغيبة ليست أن تتكلم عن الشخص بكلام مكذوب عليه، الغيبة هي أن تنتقد شخصا غير موجود بأشياء هي فعلا موجودة فيه. أما إذا كانت هذه الانتقادات غير صحيحة فهذه عباد الله ووضعوه بينهم وهو ميت فأخذوا ينهشون في لحمه. كم من رجل تجده متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات، ويظن أن قبره سيكون سليما في النهاية. لا، الموضوع ليس بهذه البساطة. أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبر يعذب صاحبه فقال إن هذا كان يأكل لحوم الناس. تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أن تدافع عن أخيك ولا تسمح لأحد بأن يغتابه. فقل لهذا الإنسان لو سمحت الشخص غير موجود ولا نريد أن نتكلم عن أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه كان له حجاب من النار، والحديث صحيح. الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم أنك لا تخبرهم، لأن هذا سيجعل غلا في قلوبهم اتجاهك، وقد حرمت الغيبة والنميمة بسبب الغل والشحناء الذي تحدثه في قلوب المسلمين. الحل هو أن تدعو لمن اغتبته في ظهر الغيب بمقدار الغيبة والنميمة لكي يصل إليه من الحسنات ما يساوي المقدار الذي كان سيأخذه منك يوم القيامة، فتكون قد كافأته ونجوت أنت بحسناتك. وحاول أيضا أن تمدح هذا الشخص الذي اغتبته بما هو فيه على الحقيقة عند نفس الأشخاص الذين اغتبتهم عنده لكي تصحح من خطأك. قال قتادة عذاب القبر ثلثه من الغيبة وثلثه من النميمة، فإذا تخلصت من الغيبة والنميمة فقد تخلصت من ثلثي عذاب القبر. أسأل الله أن يحفظ ألسنتنا وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. آمين، والحمد لله رب العالمين.